السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الكرام، مرحبا وسهلا في هذه الأخبار الرياضية. وليد الركراكي يبدي تخوفه من توقيت مقابلة الكونغو، وإليكم التفاصيل. أبدى الناخب الوطني وليد الركراكي تخوفه من توقيت مباراة المنتخب الوطني المغربي الثانية من نهائيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 أمام الكونغو الديمقراطية، التي ستلعب على الساعة 13 عصرا. وفي هذا الصدد قال وليد الركراكي في ندوة صحفية التي عقبت مباراة المنتخب الوطني وتنزانيا: سنفكر في مواجهة الكونغو. حين ترى حرارة اليوم والرطوبة فإننا سنخاف من مباراة في الثانية ظهرا، ولا أعلم كيف سيخوض اللاعبون مواجهة في هذا التوقيت، لكن سننسجم مع الأمر. وتابع وليد: كما رأيتم المباراة الأولى لا تكون سهلة دائما، خضنا مباراة بشكل متأخر عن باقي المنافسين، ما سمح لنا بمعرفة أن الأمور لن تكون سهلة. وأوضح مستر وليد: دخلنا المواجهة بروح عالية بحثا عن الهدف سريع، وأهدرنا بعض الفرص، ومن كرة ثابتة سجلنا هدف الأول. وختم وليد في تصريح قائل: الشوط الثاني كان صعبا بدنيا بسبب الرطوبة، ورغم ذلك اللاعبون انسجموا مع الأمر وتمكنا من إحراز الهدف الثاني. الطرد ساعدنا لتدبير المواجهة والخصم لم يخلق فرص كثيرة. وفي خبر آخر، كلود لوروا: كان بإمكان المنتخب المغربي اللعب بدون حارس مرمى أمام تنزانيا. تحدث المدير الفرنسي الشهير كلود لوروا عن المستوى الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي أمام تنزانيا أمس الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لكأس إفريقيا. وقال لوروا في أثناء تحليله للمقابلة عبر قناة كانال بلوس الفرنسية: المباراة انتهت بعد حصول تنزانيا على بطاقة حمراء، لأنه حتى عندما لعبت تنزانيا ب11 لاعبا لم نشاهد ياسين بونو، وكان بإمكان المنتخب المغربي اللعب بدون حارس مرمى. وأضاف: لقد كانت هناك سيطرة مغربية على المباراة، لكن ليس لدرجة الإبهار. رغم أنني أضعهم ضمن المرشحين للتتويج باللقب، لكن على المنتخب المغربي الظهور بوجه أفضل إذا أراد التتويج باللقب، لأنه فاز في المباراة بفضل كرة ثابتة وقرار تحكيمي، وهذا الأمر لا يكفي. وتابع لوروا: المغاربة لديهم هامش للتطور في قادم المباريات، لأنهم يملكون دكة احتياط مميزة، وهناك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق. وفي خبر آخر، أوناحي يثير الجدل من جديد في مصر. أثار النجم المغربي عز الدين أوناحي الجدل من جديد بمصر، وذلك بعد تسجيله للهدف ضد منتخب تنزانيا في كأس إفريقيا. ووضع أوناحي يده على عينه في إشارة إلى استمرار البكاء وتخبط الإعلام المصري في دوامته عقب التصريحات التي أدلى بها بخصوص ممارسة منتخب الفراعنة في مقابلاته. وكان أوناحي قد أطلق مؤخرا تصريحات انتقد فيها طريقة لعب المنتخب المصري، حيث يقومون بتضييع الوقت بدل اللعب بجدية في المباريات، حيث قال: يتقدمون بهدف من ركلة ثابتة ثم يسقطون يمينا ويسارا، الأمر الذي أثار جدلا لدى لاعبي الفراعنة ووسائل الإعلام المصرية. وتسببت تصريحات أوناحي بمطالبة الجماهير المصرية منتخب بلادهم باللعب بجدية في مباراة كأس إفريقيا بدل التباكي.